بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال اصحابه اجمعين. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاسراء والمعراج. النهارده هنعمل مع بعض تورتتين وجاتوه. الاول هنعمل ريفيو عن العجان، لان في ناس سالتني عليه كتير. العجان ده 2000 واط 10 كيلو، ودي الحله بتاعته، مش حله من عندي. احنا عملنا هنا نوع العجان بلاك اند وايت ماليزي. النهارده هنعمل الاسبونج، هنعمل ربع كيلو فانيليا وربع كيلو شوكولاته. الفانيليا حطيت عليها 4 بيضات ونص كوبايه ميه ساقعه ومعلقه صغيره محسن جل، وضربناه لحد ما عيلت او بقى بيلمع، وحطيناه في صاج. وربع كيلو شوكولاته، ربع كيلو فانيليا، ربع كيلو سبونج بالشوكولاته، نفس المقادير بتاعه الفانيليا. هنا انا عملت تورته قلب مقاس 22، نص شوكولاته ونص فانيليا. هنا عملت هنا بسوي القلب اهو، عشان ما يبقاش في حاجه طالعه من الكريمه، يبقى شكلها وحش. وابدا اجلس الكريمه على وش التورته. اتمنى من اللي يشوف الفيديو يعمل لي لايك عشان يرفع الفيديو، واللي مشتركش يشترك. انا بغيب في التنزيل، لفين الناس قالت لي صوتك وحش في الفيديو، فعشان كده ما عنديش شجاعه ان انا انزل تاني. زي ما انتوا شايفين بجلس، بداري اي حاجه، ولو في حاجه طالعه من الكريمه ببدا اطلعها، ببدا اشيلها، وبسوي عشان يبقى كله زي بعضه، ما يبقاش في حاجه نازله عن التانية، يبقى كله مقاس واحد. انا عملتها نص شوكولاته، وهعمل النص التاني عليه فاكهه. ده التورته التانية كانت برضو مقاس 22، كانت مربعه، عملت نص فانيليا ونص شوكولاته. ببدا اظبط فيها عشان ما تبقاش في حاجه طالعه عن التانية. لو في حاجه حضراتكم عايزينها ممكن تطلبوها في الكومنت، او تديني افكار ان انا انزلها. كده انا بدات اجلس، هعملها برضو نصها شوكولاته ونصها فاكهه. التورته اللي بخلصها بدخلها على الفريزر تشد شويه، عشان لو الفاكهه اتحطت عليها ممكن تشيل الكريمه وتنزل.
انا بشيل الزوايد اهو، طلعتها بالسكينة. هبدأ بقى اسويها عشان تبقى كلها زي بعضها. ده الجاتو، كان جاتو شوكولاتة كله. هعمله هنا رقتين بس كان هنا عندي حتة عالية وحتة واطية شوية، فهعكس الموضوع. اهي حطيت الحتة العالية على الحتة اللي هي واطية شوية، واحطه في الفريزر برضو يشد. ابدأ بقى ارص الفاكهة. هنا دي مانجا مقطعة شرايح، وهحط بقى شرايح تفاح. ودي شرايح كمبوت اناناس. وده جانا الشوكولاتة. دي رز عشوائية، وهرص على باقي الشوكولاتة والحاجات التانية. حطينا بقى محسن جل، وابدأ اداري الاماكن الفاضية من المانجا زي ما انتوا شايفين كده. نحط بقى الشوكولاتات. وبفكركم تاني تعملوا لايك واشتراك. دي كانت نوتيلا عملتها بزيت، سيحتها بزيت يكون نوع حلو. وابدأ احط على وش اليد اللي فيه الشوكولاتة. هبدأ بقى احط برضو مانجا. واحط بقى على الباقي هنا مانجا مقطعة مكعبات، تبقى كلها مانجا. مهم. مانجا دي كنت حاطاها في جيلو في جيلو مانجا. ببدأ احزم التورتة من تحت.
اتمنى يكون شكلهم عجبكم. واحط لهم وحدتين اوريو مفتحين. ده بقى الجاتو. عملت يد بالشوكولاتة، حبة شوكولاتة، والحبة التانية بنوتيلا والكراميل. حط هنا بقى كراميل. حط بقى على وشها شوكولاتة، جيلو شوكولاتة، واعمل تشبيحة بيه ونح. هبدأ اقطعها، هي كانت جامدة هنا في الفريزر. مش عارفة اقطعها من كتر ما هي جامدة. انا قطعتها اهو. سبتها فكت شوية واتقطعت. ابدأ افنشها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. هنا خلاص انا خلصت الفيديو كله، بفنش بس الجاتوه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.